هل تعلم أن الإفراط في تناول الطعام يسبب الغثيان وعسر الهضم والشعور بالانزعاج والخمول وحرقة في المعدة؟ لذلك يجب أن يكون أكلك معتدل. يا سلام، والله زمان يا رمضان، أو الواحد بيستنى رمضان ده علشان حلوياته وأكلاته التقيلة. أنا لازم بقى أعوض الهفتان بتاع الشهور اللي فاتت دي. آي آي يا وحش، مالك بتصرخ زي الحريم كده ليه؟ بطني يا جدو، بطني حاسس فيها بوالب طوب، مش قادر اتنفس. بقى يا بني ادم، حد ياكل كمية الاكل دي كلها ومتضايق ان في بطنك قوالب طوب؟ ده انت كرشك قدامك مدلدل مترين. يا حاج مش وقت اعتاب ولوم دلوقتي، اطلب لي الدكتور الله لا يسقيك. حرمت والله، مش هعمل كده تاني. اكل على القد ان شاء الله، ما اكلت خالص بس ارحموني.